أهلا بيكم. أنا منها. ودي حكايتي اللي قلبت حياتي لجحيم 2 كاملين. كانت متجوزه من حوالي 2 سنين. جوزي اسمه طارق، راجل محترم وطيب ودايما شغله مسافر بره البلاد لفترات طويلة. في الأول كانت بحس بالحب والأمان، بس مع الوقت ومع السفر المتكرر حسيت بوحدة قاتلة. حتى لما يكون موجود كان غايب عني بكله، مش بس بالجسد لكن بالروح كمان. إحنا كنا ساكنين في عمارة هادية في مدينة نصر، والشقة كانت مريحة، بس الوحدة كانت أكبر مشكلة عندي. ما كانش عندنا أولاد وقتها، وأنا كانت قاعدة في البيت معظم الوقت، مشغولة بأعمال البيت والتنظيف والطهي، بس دايما كان في شعور فارغ جوايا. كانت محتاجة حد يسمعني، حد يحس بيا، حتى لو بكلمة بسيطة أو مجرد اهتمام صغير. الشقة اللي فوقنا كان ساكن فيها شاب اسمه ياسر، حوالي 23 سنة، لسه متخرج وبدأ يشتغل في شركة إعلانات. في البداية كان مجرد جار هادي، يسلم علي لما يشفني على السلام وبس، ما نتكلمش كتير. لكن كانت حاسة من أول نظرة أنه مختلف. مش عارفة أوصفه، بس كان في عينيه حاجة بتخلي قلبي يتحرك. شعور غريب، شعور بأني لسه ست ليها قيمة، مش مجرد زوجة مطلوبة بس للطهي والتنظيف. في يوم شتوي، طارق كان مسافر تركيا من أسبوع، وأنا قاعدة في البيت لوحدي. فجأة الكهرباء قطعت في الشقة كلها. حاولت أصلح من العداد لكن ما نجحتش. حسيت بالعجز والضيق، وما كانش قدامي حل غير إني أطلب مساعدة حد. سمعت صوت ياسر على السلم، كان راجع من الشغل. ناديت عليه، وفعلا نزل علي وساعدني. صلح لي الفيوز، والنور رجع تاني. حسيت بارتياح غريب. شكرت وطلبت منه قهوة أو شاي، وهو وافق. قعد ياسر في الصالة، وأنا جبت له شاي وبسكوت وكيك. بدأنا نتكلم، هو عن شغله وأحلامه، وأنا عن حياتي وزواجي ووحدتي. لأول مرة من زمان حس بيا وفهمني، مش مجرد كلام عابر. كان يسمعني بصدق، وأنا كانت بحس براحة لم أشعر بها منذ سنين. ساعتها حسيت بحاجة جديدة، شعور بالاهتمام، شعور بالأمان، شعور بوجود حد مهتم بيا فعلا. مع الأيام بدأنا نتكلم على التليفون، مرة أو مرتين في اليوم. حوارات بسيطة عن الحياة والشغل والأحلام، بس كل كلمة كانت بتوصلني. كانت بحس أني لسه عايش، لسه إنسانة ليها مشاعر، لسه ليها وجود. كانت محتاجة الشعور ده، وكانت خايفة جدا منه بنفس الوقت. كانت متزوجة، وعارفة إن أي خطوة غلطه تخرب حياتي، بس قلبي كان بيتحرك بطريقة غريبة. في مرة ياسر قال لي بصراحة، أنا مش قادر أخبي اللي أنا حاسة. بحبك قلبي وقف، الدنيا كلها وقفت معاي. ما كنتش متوقعة أبدا إنه هيقول الكلام ده، وأنا كمان كانت بحس بحاجة ناحيته، بس الخوف من الذنب ومن الله كان أكبر من أي شعور تاني. حاولت أوقف نفسي، حاولت أقول لا، بس مشاعرنا كانت أقوى من السيطرة. كانت لحظة ضعف واحدة، بس لحظة غيرت كل حياتي. بعد اللحظة دي بقينا نقضي وقت مع بعض لما يكون طارق مسافر، مش بس علاقة جسدية، لكن كلام، ضحك، مشاركة مشاعر، أفلام، طبخ. كل حاجة كانت بتخليني أحس إني لسه ست لها قيمة، لسه إنسانة لها وجود. كانت كل يوم بحس بالذنب، لكن في نفس الوقت مش قادرة أبتعد عنه. كانت محتاجة الشعور ده، احتاجه كل يوم وكل ليلة. 6 شهور عدت على الحال ده، ومع كل يوم الذنب بيكبر جوة قلبي. وأنا بحاول أصلي وأدعي ربنا يغفر لي، وفي نفس الوقت مش قادرة أبعد عن ياسر. كان بقي جزء مني، جزء لا أقدر استغنى عنه، جزء من قلبي وروحي. وفجأة في يوم طارق رجع من السفر بدري. كانت فوق عند ياسر، وقعدنا نتفرج على فيلم.
سمعت صوت باب الشقة يتفتح، وقلب أتوقف. ياسر حاول يهديني، وقال لي بسرعة: امشي دلوقتي. نزلت وأنا قلبي بيقف من الرعب، وطبعا حسيت بالخوف من إن كل اللي حصل يتكشف، ومن رد فعل طارق اللي كان دائما غائب عن حياتي. اللحظات دي علمتني إني كانت عايشة في صراع كبير، صراع بين الواجب والذنب، وبين الرغبة والحاجة للشعور بالحب والاهتمام. ودي كانت البداية لسنتين كاملتين من الألم، التوتر، والعيش في حرام، لحد ما النهاية كانت صادمة بالفعل. بعد اللحظات اللي حصلت لما رجع طارق فجأة من السفر، حسيت إن حياتي أتقمت لنصين. نص بيصرخ جوايا يقول لي: أنت غلطانة، دي علاقة حرام. والنص الثاني بيقول لي: بس ده الشعور اللي محتاجاه، حد يقدرني ويشوفني. كل يوم كان الصراع ده بيكبر، كل يوم كانت بحس إن قلبي مش عايز يسمع العقل، بس عارفة كويس إن أي خطوة غلطه تخرب حياتي كلها. ياما حاولت أسيب الموضوع على جنب وأركز في طارق، بس كان صعب جدا. رجوعه من السفر كان بيخليني أحس بالفراغ اللي جوايا أكتر من أي وقت تاني. كل مرة طارق مسافر، كان ياسر بيظهر بطريقة أو بأخرى، مكالمات، رسائل، زي ما كنا بنتنفس مع بعض، بنتكلم عن كل حاجة، حتى أبسط الحاجات. ساعات كنا نتكلم ساعتين على التليفون عن الحياة، عن المستقبل، عن أفلام شوفناها، عن أحلامنا. وكل كلمة كانت بتخلي قلبي يدق بسرعة، وكل رسالة كانت بتخليني أحس بالراحة المؤقتة اللي كانت محتاجاها. كانت كل يوم أصحى وأدعي ربنا يبعدني عن الطريق ده. أصلي وأقول لنفسي منه: كوني قوية، احمي نفسك، احمي بيتك، احمي جوازك. بس في نفس الوقت، مجرد سماع صوت ياسر، مجرد كلماته البسيطة: أنا موجود لو محتاجة أي حاجة، كانت بتخليني أرجع وأضعف. كان شعور غريب، شعور بالحب والاهتمام، شعور بالإنسانية اللي فقدتها مع طارق. الضغط النفسي بدأ يزيد يوم ورا يوم. كل مرة كانت أشوف طارق غايب أو متعب أو مشغول، كانت بفتكر ياسر، كانت بحاول أسيب فكرة أي حاجة غلط، بس مشاعرنا كانت أقوى من إرادتي. كل لحظة ضعف كانت بتحولنا خطوة واحدة لقدام، خطوة كنا عارفين إنها غلط، بس مش قادرين نوقفها. مرة كانت نازلة أرمي زبالة الساعة حوالي 7 بالليل، لقيت ياسر واقف جنب العربية بتاعته، شايل أكياس من السوبر ماركت. قال لي: ممكن تساعديني شويه؟ الأكياس دي تقيلة، كان المفروض أقول لا، بس لقيت نفسي أوافق. طلعت معاه للشقة، وحسيت برعشة غريبة وأنا بجنبه. لما وصلنا، ساعدته أرتب الأكياس، وأنا حسيت إن قلبي مش قادر يهدأ. لما قعدنا نشرب عصير ونتكلم عن يومنا، التوتر في الجو كان واضح. كل واحدة فينا كانت حاسة إن فيه حاجة هتحصل. وفجأة ياسر بصلي بنظرة مختلفة، نظرة كلها مشاعر، وقال: أنا مش قادر أخبي لي أنا حاسة، أنا بحبك. اللحظة دي كانت صادمة، قلبي وقف، شعرت بالرعب والخوف، بس كمان شعرت بالراحة الغريبة اللي لم أشعر بها منذ سنين. حاولت أصمد، أحاول أسيطر على نفسي، بس كلمة واحدة منه، لمسة واحدة، خلت كل شيء يتغير. بعد اللحظة دي بقينا نقضي وقت مع بعض لما يكون طارق مسافر، مش بس علاقة جسدية، لكن كلام، ضحك، مشاهدة أفلام، طبخ مع بعض. كانت بحس إنني أخيرا شخص مهم لحد، شخص موجود، مش مجرد ست بيت. كل يوم كان بيمر، كان بيزيد شعوري بالذنب، لكن في نفس الوقت كان شعوري بالحب والاهتمام أكبر. ومع مرور الشهور بدأت الصراعات الداخلية تتضاعف. كانت بحاول أصلي وأدعي ربنا يغفر لي، بس ما كانش قادرة أبعد عنه. كل مرة كانت أشافه فيها أو أسمع صوته، كان بيخليني أرجع وأضعف. كان بقي جزء مني، جزء لا أستطيع الاستغناء عنه. ومع كل يوم كانت بحس بالذنب أكتر وأكتر.
بس مش قادرة أسيب ياسر، مش قادرة أسيب الشعور اللي كان بيديني إياه. وفي يوم ياسر قال لي بطريقة حازمة: أنا عائيك تسيبي جوزك وتجيلي، نطلب الطلاق ونتجوز. قلبي كان بيدق بسرعة. جزء مني كان عايز يقول له أيوه، كان عايز يسيب طارق ويبدأ حياة جديدة مع ياسر، بس العقل كان بيصرخ ده غلط، ده هو حرام، أنت متجوزة. كانت خايفة، خايفة من المستقبل، خايفة من المجتمع، خايفة من العواقب. قلت له: ياسر، أنت لسه صغير وعندك حياتك قدامك، وأنا أكبر منك ب5 سنين. الناس هتقول إيه؟ هيقولوا عني ست ساقطة. قال لي: مش مهم الناس، أنا مهتم بس بيكي، بسعادتنا إحنا الاثنين. كانت حاسة بالحب والإغراء، بس في نفس الوقت شعور بالخوف والرغبة في الاستقرار. كانت عارفة إن أي خطوة غلطه تخرب حياتي كلها. الأيام اللي بعدها كانت مليون صراع داخلي. كل مرة طارق مسافر، كان ياسر بيظهر بطريقة أو بأخرى. المكالمات، اللقاءات، الرسائل، كانت كل يوم أصلي وأدعي ربنا يغفر لي. وفي نفس الوقت كانت محتاجة الشعور ده، محتاجة حد يحسسني إني لسه ست مرغوب فيها، إني لسه إنسانة لها قيمة. وكانت عارفة إن كل لحظة ضعف، كل كلمة حب، كل لمسة صغيرة كانت بتسحبني خطوة أقرب للخطأ الكبير، خطوة كانت عارفة إنها ممكن تدمر كل حياتي لو انكشفت. الصراع كان رهيب، نفسيتي، روحي، قلبي، ديني، كل حاجة كانت بتتقاطع في نفس اللحظة. وفي نفس الوقت كانت بحاول أسيطر على نفسي، أحاول أفكر بعقلي، أحاول أفتكر إني ست متزوجة، أحاول أفتكر كل حاجة ممكن تخسرني حياتي ومستقبلي. لكن كل مرة مجرد وجود ياسر، مجرد اهتمامه، مجرد نظرته، كانت بتخليني أضعف وأضعف. الأيام اللي بعدها كانت مليونة توتر وخوف. كل مرة طارق بيبقى قريب أو بيجي فجأة من السفر، قلبي كان بيقف. كانت حاسة إن كل كلمة، كل حركة ممكن تكشف كل حاجة. كانت بحاول أعيش حياتي بشكل طبيعي، أعمل كل حاجة، كست بيت، أطبخ، أنظف، بس من جوه كانت بحس إن قلبي تعبان، مليان بالندم والحزن. قرار إني أوقف علاقتي مع ياسر كان أصعب قرار في حياتي. قعدت مع نفسي كتير، صليت، بكيت، فكرت في كل العواقب، فكرت في طارق، في بيتنا، في حياتي، فكرت في المجتمع، في الصورة اللي لازم أحافظ عليها. وفي نفس الوقت كانت بحس بالفراغ اللي جوه قلبي. ما عرفتش أتكلم مع حد، ولا حد كان يعرف اللي جوايا. كلمت ياسر وقلت له بصوت مرتعش: ياسر، إحنا لازم نوقف، قبل ما الدنيا تنكشف، قبل ما أخسر كل حاجة، قبل ما كل حاجة تتدمر. رد عليا بحزن شديد وقال: بعد كل اللي حصل، بعد 1.5 سنة، انت عايزه تسيبيني؟ بكيت وأنا بحاول أفسر له. قلت له: أنا مش عايزه أسيبك، أنا بحبك، بس مش قادر أكمل الطريق ده. خايفة من العواقب، خايفة من نفسي، خايفة من الحياة اللي قدامنا. حسيت إنه كان حزين جدا، عينيه مليانة دموع، وكل كلمة قالها كانت موجعة. أنا مش هانس اللي بينا أبدا، ولو احتجتيني في أي وقت هفضل موجود. بعد المكالمة دي حاولت أركز في حياتي مع طارق، حاولت أرجع أحس بالأمان، أحس بالاستقرار، بس الحقيقة ما كنتش قادرة. كل مرة أشوف ياسر في العمارة أو أتذكر اللحظات اللي عشناها مع بعض، قلبي كان بينكسر. كانت عارفة إني ضحيت بسعادة عشين الحفاظ على صورتي، عشين الالتزام الاجتماعي، بس الثمن كان غالي. كل يوم كانت بعيش حياة مليونة ملل، فراغ، وذكريات موجعة. طارق ما كانش فاهم حاجة. حاولت أتكلم معاه عن احتياجي للاهتمام، عن شعوري بالوحدة، بس كان مشغول،
كان دائما متعب ومفيش اهتمام حقيقي. كانت بحاول أخلق محادثات، أخلق لحظات حلوة، بس كل مرة كانت بحس إن كل حاجة بتمشي على الورق مش على المشاعر. كانت مجرد الست اللي بتطبخ وتنظف، مجرد جزء من البيت، مش شريك حياة. كل يوم كانت بفكر: هل كان لازم أسيب ياسر؟ هل كان ممكن أعيش حياة أحسن مع عاده؟ هل كانت هكون أسعد؟ الإجابات كانت بتوجعني، بس كانت عارفة إن لو ما وقفتش كانت هخسر كل حاجة. كانت هخسر بيت، كانت هخسر سمعة، كانت هخسر أمان حياتي. ومع مرور السنين حاولت أتعلم إني أعيش مع قراراتي، حاولت أقبل الواقع، حاولت أتعلم أعيش مع طارق، بس القلب كان موجوع. كل ذكرى عن ياسر كانت بتقطع قلبي. كل مرة أشافه من بعيد مع زوجته كانت بحس بالغيرة، بالحزن، بالحسرة، لكن في نفس الوقت كانت فخورة بنفسي إني فضلت على الطريق الصح، إني ما أكملتش علاقة حرام، إني حافظت على بيتي. كانت بكتب لنفسي في مذكراتي كل المشاعر اللي جوايا، كل الذكريات، كل الألم، كل الحب اللي فقدته. كانت بكتب عن الصراع اللي كان بيني وبين ياسر، عن كل لحظة ضعف، عن كل مرة شعرت فيها بالحب والاهتمام. كل كلمة كانت بكتبها كانت محاولة لفهم نفسي، محاولة للتصالح مع قلبي. ومع مرور الوقت بدأت أتعلم إني أعيش اللحظة، أركز على طارق، على البيت، على حياتي اليومية. حاولت أخلق لحظات صغيرة لنفسي، أعمل حاجات بحبها، لكن ما كنتش قادرة أنسى ياسر. كل مرة كانت بحس بالفراغ الداخلي، بالحنين للحب الحقيقي، للحب اللي حسسني إني لسه إنسانة لها قيمة، مش مجرد ست بيت. وبالرغم من كل حاجة تعلمت درس مهم: الحب الحقيقي مش دائما بيكمل. أحيانا لازم تتخلى عنه عشان تحافظ على حياتك، على بيتك، على مستقبلك. أحيانا السلام الداخلي والثبات على الطريق الصح أهم من السعادة المؤقتة، مهما كان الألم اللي هتحسه. ودلوقتي بعد مرور السنين حياتي مع طارق مستقرة على الورق، بس قلبي لسه موجوع. كل ذكرى عن ياسر بترجعني لأيام كانت فيها حاسة إني لسه موجودة، حاسة إني مرغوبة، حاسة إني عندي قيمة. وده شعور مش هقدر أنساه طول حياتي، رغم إني حاولت، رغم إني ابتعدت، رغم إني اخترت الالتزام والأمان. النصيحة لأي ست عايشة نفس الظروف: لو حست إن جوزك مش شايفك، مش مهتم بيكي، حاولي تصلحي العلاقة قبل ما تلاقي نفسك بتدوري على حد تاني. لو وصلت لمرحلة تفكر فيها في حد تاني، قفي وفكري كويس، لأن الطريق ده مش سهل، ومش هتقدري ترجعي منه بسهولة. الذنب، الندم، والوجع هيفضل معارك، حتى لو حصلت على سعادة مؤقتة. أنا منه، وعندي 40 سنة دلوقتي، وعايش حياة مليونة فراغ، بس على الأقل محترمة. حافظت على بيتي، على صورتي، على التزامي، رغم كل الألم اللي جوايا، رغم كل الذكريات اللي موجعة. والحقيقة اللي عايش بيها دلوقتي: الحياة قصيرة، وكل واحدة تستيهل تكون سعيدة، تستيهل حد يشوفها ويقدرها ويحبها. بس أحيانا الطريق للسعادة الحقيقي لازم يكون صعب، مليان تضحية، ومليان صبر.